السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني وأخواتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الكرة مع الشر. حلقة اليوم غادي نخصوها للمستجد، طبعا المستجد الحصري اللي كنت بارطاجيته معكم في أحد البوستات عبر صفحة الفيسبوك، صفحة الكرة مع الشارو، وكذلك قناة الكرة مع الشارو على اليوتيوب. إذا المستجد اللي هو متعلق بتغيير في خطة تنظيم كأس إفريقيا 2025 بناء على طلب من المغرب اللي توجه للكاف بخصوص التحول من تنظيم كأس إفريقيا من 6 ملاعب إلى 9 ملاعب. طبعا حسب مصادر الخاصة فهناك مشاورات حالية بين المغرب والكاف، والمغرب تقدم بطلب للكاف على ضوء اجتماع اللجنة التنفيذية للكاف على هامش حفل جوائز الكاف. فالمغرب يعول على موافقة من الكاف بخصوص تنظيم الكان في 9 ملاعب. بزاف غادي يقولوا علاش هذا التغيير في الخطة من طرف المغرب، والسبب بسيط وهو أنه المغرب يعول على أن تكون نسخة 2025 نسخة استثنائية بكل المقاييس. وإلا مشات حتى الكاف وافقت على الطلب ديال المغرب فغادي تكون الكان ديال المغرب هي أول كان تنظم في 9 ملاعب. تعرفوا بأنه أقصى عدد ديال الملاعب اللي تنظمت فيه الكان هو 6 ملاعب. سابقا كانت 4 ملاعب في نظام 16 منتخب، ولكن ملي تحولنا المستوى ديال 24 منتخب يعني تم رفع العدد. ولو انه في دوره تونس 2004 رغم انها كانت دوره ب 16 منتخب يعني تنظمت في اكثر من 4 ملاعب. بزاف ديال الاخوان غادي يقولوا واش الشهر تتقول لنا 9 الملاعب وهذا وكيفاش غادي نديروا، واصلا 6 الملاعب فهي كافيه لانه كل ملعب مجموعه. تعرفوا بانه كاس افريقيا في 24 منتخب فهناك 6 ديال المجموعات، يعني كل مجموعه غادي تلعب في ملعب. هنا الشارو غادي يجاوبكم، غادي يقول لكم بانه راه هذا هو مربط الفرس، لانه التراكم ديال البطولات الافريقيه والمقارنه مع البطولات خصوصا في اسيا واوروبا وغيرها خلانا نوصلوا بانه هذه القضيه ديال انه كل مجموعه تلعب في ملعب فهي ضاره بالبطوله وضاره بالملاعب. لانه صراحه بزاف ديال الدورات ديال الكان حتى في نسخه الكوت ديفوار، كذلك حتى في مثلا في كاس افريقيا للسيدات الاخيره بالمغرب، شفنا كيفاش تضرر ملعب الامير مولاي عبد الله لانه تلعبوا فيه بزاف ديال المباريات وكان عليه الدرك. كذلك في وقت سابق استاد القاهره في نسخه 2006 شفنا الحاله الكارثيه اللي وصل لها عش ملعب القاهره في الفاينل بين مصر والكوت ديفوار. بزاف ديال النماذج، يعني فقضيه انه ملعب يتلعبوا فيه جوج ديال المباريات متواليين ديال المجموعه فهذا شيء يضر بالعشب. فالمغرب يعول على انه ينظم الكان بنفس طريقه اليورو، وممكن حتى انه غادي تكون بروفا بالنسبه للمغرب على اعتبار انه هو المنظم ما بعد القادم لكاس العالم 2030 رفقه اسبانيا والبرتغال. اذا التنظيم في 9 ملاعب غادي تكون عنده ميزه كبيره خصوصا بالنسبه لعشب الملاعب. يعني الملاعب هذه تكون الروتيشن بين 9 الملاعب ماشي هي 6، يعني هذه يرتاح العشب. وحتى انه هناك ميزات اخرى، انه المغرب كما قلنا يعول على انه بزاف ديال المنتخبات ما تلعبش فقط في ملعب واحد. تنعرفوا بانه هذا الشيء تيلعب بزاف في البطوله، انه كاين منتخبات يعني تستانس باحد الملاعب، كاين منتخبات اللي ما تلقاش راسها في احد الملاعب. فمزيان حتى بالنسبه لتكافؤ الفرص انه المنتخبات دير الروتيشن على مستوى عديد الملاعب. طبعا غادي نكذب عليكم انا قلت لكم اشنا هي هاد الملاعب 3 اللي بتزاد. تعرفوا بانه رسميا هناك 6 ملاعب حاليا: طنجة، أكادير، مراكش، الرباط، فاس، وملعب محمد الخامس في الدار البيضاء. ولكن 3 ملاعب الجديدة اللي غادي تضاف، اللي تيرى المغرب انه يضيفها في الملف وتوافق ليه الكاف على هذا الطلب ديالو. وما نكذبش عليكم اللي حتى الساعه ما معروفاش. هناك اوبشنز واختيارات عديده في هذا السياق. ممكن تكون 3 الملاعب المضافه الجديده هي ملاعب الرباط الجديده، ولو انه انا شخصيا استبعد ذلك لانه المده ديال الاشغال المقرره في هذه الملاعب خصوصا ملعب الفتح، ملعب مولاي الحسن، ملعب البريد، فمده الاشغال ديال هذه الملاعب فهي 18 شهر. وتنعرفوا بانه الكان يعني تقريبا تفصلنا عنه يعني 12 شهر. فواش هذه الملاعب غادي تكون واجده خلال 12 شهر؟ انا شخصيا استبعد ذلك. كاين اللي تيمشي مع طرح انه ممكن تكون ملاعب ديال مدن اخرى. طبعا الكاف ما غادي توافق على هذه الملاعب حتى تكون اصلا هي داخله في الشروط والمعايير ديالها. تعرفوا بانه دفتر تحملات الكاف فلا بد انه الملعب ما تقلش السعه ديالو على 15,000 متفرج.
يعني كاينه بزاف ديال الاوبشنز والاحتمالات كلها مفتوحه. وانا شخصيا تنتمنى انه نشاهد كان استثنائيه، ومشاهده كان استثنائيه في المغرب تمر من خلال الموافقه على هذا الطلب. 9 ديال الملاعب. انا شخصيا بالنسبه لي مهم جدا انه نحافظوا على الجوده ديال العشب، خصوصا العشب ديال ملعب الامير مولاي عبد الله. انا شخصيا ما كرهتش انه فقط منتخبنا هو اللي يلعب في الملعب الرئيسي في الرباط، والمنتخبات اللي معنا في المجموعه تمشي مثلا تلعب في مدن اخرى، او حتى مثلا في باقي ملاعب الرباط الى وجدت بطبيعه الحال. اذا كان هذا فيديو بخصوص هذا المستجد. فالمغرب يعني تقدم بطلب بالنسبه للكاف، ونشوفوا الكاف على ضوء قرعه نهائيات كاس افريقيا المغرب 2025 اللي غادي تكون ان شاء الله يوم 27 يناير من العام القادم. غادي نشوفوا على ضوء هذه القرعه الملاعب واش غادي يتم تثبيت فقط 6 ملاعب اللي كاينه في الملف وتنعرفوها كلنا، ام ستتم اضافه 3 ملاعب اخرى. نتمنى كل التوفيق ان شاء الله للملف المغربي والتنظيم المغربي. اهم شيء تعرفوا حاليا بانه من بعد عدم فوز حكيمي بالبالون دور الافريقي، فبزاف ديال الناس ساخطين انه حنا ديما التنظيم، ديما حنا ناجحين في التنظيم، ديما حنا شرف التنظيم، بغينا حتى حنا الهاجس الرياضي. ان شاء الله في الكان القادم نجمعوا ما بين جوج هاد الحوايج، بين التنظيم الجيد المحكم، واهم شيء هو الانجاز الرياضي للمنتخب المغربي ان شاء الله على ارضه وبين جمهوره. كان معكم شارو. ان شاء الله تفاعلوا مع هذا الفيديو وتعطوني ارائكم بخصوص هذه القضيه. واش انتم موافقين على هذه القضيه ديال 9 الملاعب، ولا كتشوفوا بانه الكاف يعني غادي توافق فقط على 6 ملاعب؟ وفي حال كنتم متحمسين لهذه القضيه ديال اضافه 3 ملاعب، اشنو هي 3 ملاعب تتوقعوا انه تكون في الملف المغربي ديال 2025؟ تبقاو على خير، دمتم بود. السلام عليكم.